الحمد لله رب العالمين، سبحانه هو الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن من أسماء الله تعالى وصفاته العلى الرؤوف. قال عز وجل: والله رؤوف بالعباد. ومعنى اسم الرؤوف أنه عظيم الرحمة بعباده، بالغ الشفقة بهم، يغدق نعمه عليهم ويدفع الضر عنهم. قال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها المؤمنون، من رأفة الله عز وجل بعباده أن أرسل إليهم خاتم المرسلين، فجعله بهم رؤوفا وعليهم عطوفا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنزل الله تعالى عليه كتابا منيرا يفيض هدى وتيسيرا. قال عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سبحانه يحفظ برأفته أعمالكم ويتقبل طاعتكم ويجزل لكم ثوابكم. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن رأفة الرؤوف الرحيم أنه يقبل توبة التائبين ويقبل برحمته على المنيبين. قال سبحانه: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فاللهم يا رؤوف يا رحيم يا رب العرش الكريم، نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتجعلنا من المقرين بفضلك العاملين بأسمائك وصفاتك، وأن توفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، يحب من يرأف بخلقه ويعطف على عباده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، لقد وصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأفة، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمرء مأمور بالاقتداء به والتأسي بهديه والتحلي بأخلاقه فيكون رؤوفا في تعامله مع والديه وأسرته وأصدقائه وجيرانه، ويربي على هذا الخلق الكريم بناته وأبناءه، ويغرس في نفوسهم قيمته ليعاملوا غيرهم به، فيرفقوا بزملائهم وأصدقائهم بحسن التعامل معهم واجتناب الإساءة إليهم والتنمر عليهم، متخلقين بخلق المؤمنين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا
اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا واسعا شاملا نافعا غير ضار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.